يا ترى الاستاذ ايمن موجود؟ جايه حالا. معقوله دي مواعيد دي؟ مديلي ميعاد الساعه 8 ومما انا اجي متاخره الساعه 8 ونص اجي ما لهوش. المفروض يبقى في احترام للمواعيد بلا قله ادب. هو انت اللي جايبك ايمن عشان تقابلي الاستاذ؟ ايوه. دادا دادا ابله، هم دول البنات اللي بيتمرنوا على الخطوات؟ ايوه. ايه 1 2 3 وروني بسرعه الخطوات عشان اعملها معاكم على السريع. استني عندك، مفيش تمرين الا لما تحترمي مواعيدك يا هاني. ميعادك الساعه 8، الساعه دلوقتي 8 ونص و5. اتفضلي روحي اقعدي هناك لما يجي الاستاذ وياخد قرار في موضوع تاخيرك. لا اصلا هناك معايا بنات وهتتحسنوا. ايه 1 2 3 4 1 2 3 4 هناك. هم عملوا فينا يالا ولا اللي بيتاخر زينا كده بيدخلوه اوضه الفيران ولا بيحطوا السيخ المحمي في صرصور ودنه. انت جايه متاخره؟ الميعاد الساعه 8. الاستاذ بتاعكم بسلامته هو اللي حدده لايمن. جيت انا 8 ونص. اتاخرت ليه؟ انا كده بقى ما احبش حد يفرض عليا حاجه، اصل هو حدد الميعاد اللي يناسبه وما دام ما اتفقناش يبقى من حقي في الوقت اللي يناسبه. صدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله. انا بره من 8 الا ربع وقصدت اتلكى عشان اربز لكم المخرج بتاعكم ده. ده هيتفرس فرسه. احسن. ده انت مناكفه بقى. لون برضه. انت معهد باليه؟ قعدت في المعهد 3 سنين وسبته. سبتي ليه؟ وانت مال اهلي؟ ما بهزر. لون بصراحه رفضوني. ورفدوك ليه؟ اصل ضربت مخرج. ضربتيه ضرب؟ سبلي، اما اكون صاحبته بالعافيه او يقرفني في التمرين، وانا ما احبش حد يغصبني على حاجه، اصل انا حريتي قبل اي حاجه تانية. مش انت حر؟ وانت مال اهلك؟ حلو قوي. وبعدين وحشه وحشه قوي. اسره سبت الباليه ودخلت الكونسرفاتوار، قعدت فيه 4 سنين وسبته. وسبتي ليه؟ برضه ضربت مخرج. ده انت تخصص بقى. اصلك انت مش واخد بالك، في صنف من المخرجين دول معقدين، عنده عقده نقص، عشان يثبت انه مخرج لازم يعمل الشويتين بتوعه. بالك انت المخرج بتاعكم اللي كلكم بتترعشوا منه، هي مره واحده بس اديله على قفاه يمشي عدل. اصل انت مش واخده بالك، المخرج بتاعنا ده قليل الادب، ممكن يقلع الجزمه يضربك بيها ويطردك. بناقص هيقطع عيشي، ما انا بشتغل. شغال ايه؟ برقص، ما اقدرش اعيش من غير رقص. بتغني؟ يوه غنيت على شباب كتير زي الورد. شغال فين؟ في كباريه. زفت. كباريه زفت؟ يعني انت اللي بترقص في البولشو يا خي. غلط، الخطوات دي كلها غلط. ولا تعالى اقعد هنا، انت مالك؟ انت تعالى اقعد هنا. مفيش ستايل. اتفضلوا انت بالذات هيدول الخطوات دي تاني. امرك يا استاذ. استاذ ايمن مش موجود؟ هعدي عليه بكره. تعالي والله بكره. خش البروفا. اصل انا مطربه ما برقص. خش البروفا. ثانيه يا نسا، خشبة المسرح لها تقاليدها ولها اخلاقياتها، صحيش تخش مصاصه. اتفضلي. 1 2 اوكي اكمل. ما معروفه 1 2 بعديها 3 4 على طول. انا لسه ما كملتش. 1 2 3 4. ركزي في الخطوات. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. اي 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. طب انا عملت الخطوات، ممكن افهم بقى يعني ايه دي ويعني ايه دي؟ نفذي الخطوات من غير اي مناقشه. كفايه. انتوا الاربعه بروفتكم بكره الساعه 7. استني. انا؟ لا، هعمل معاكي بروفا لوحدنا. كده؟ طب
اهضمش انا بقى. ما تخليكي معانا يا مشيره. لا اصلي تعبانه شويه. مشيره ثانيه واحده. مشيره، البنت سالتك سؤال وانت ما جاوبتهاش. انا دلوقتي اللي عايز اعرف بجد، يعني ايه دي ويعني لا احسن تسالني تحرجني. مشيره تعالي، مش عايز استفسار عن اي حاجه. حاولي تلقطي مني الخطوات بسرعه، ركزي. استجيبي للخطوات. 1 1 2 لفي. بتقولي انك بتغني؟ ايوه. بتقري نوتة؟ ايوه. الأغنية دي حاول تمشي مع التونيشن. أعلى شوية. أعلى سنة. يا بنتي الأغنية ما بتبدأش بتبدأ بخزني. ما انت كنت هتاخذ عيني بالقرص. اقفي ورا القرص. ده مالكيش دعوه بينا، كنت بظبط كمان. خذني 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 خذني. انت كده مش بتغني، انت بتطلبي من ربنا. خالي يا خالي. همشي اشحت بيك يعني ولا ايه؟ بتقولي لحبيبك خذني خذني من الفاضيز. خذني خذني مش هنردح. خدني معقولة؟ لحبيبك بتقول لحبيبك خدني خذني خذني فإني أحب الحياة.
صعبة عشان العفو. نفسي اعمل اغنية كلها كده. صعبة قوي. يلا دي ايه؟ قمر. يلا. وأعشق في الليل ضوء القمر. معلش عشان اصل حسني قريبة من خد البيزا واسكت ف خذني فإن أحب الحياة وأعشق في الليل ضوء القمر. وحشة قوي. أول مرة تمثلي مش كده؟ أول مرة تمثلي على المسرح؟ أيوه. شوفي، مهنة الممثل بتعتمد على 3 أدوات رئيسية: العقل وجسمه والجهاز التنفسي. عقله لأن شغلته بتبدأ بعقله عشان تصل لعقول الناس، دي أهم أداة. جسمه هي دي مشكلته، إن العازف يبقى في إيده آلة يستطيع إنه يضبط أوتارها عشان يعزف عليها، إنما الممثل مشكلته إن هو جسمه هو آلته اللي يجب أن يضبط أوتارها كي يستطيع العزف عليها نغمات صحيحة تصل للجمهور. الجهاز التنفسي عشان ينظم الأداء بتاعك بين الجملة والجملة. خلينا في العقل لأن هو أهم أداة عند الممثل. إزاي الممثل يكتشف عقله بيشتغل إزاي؟ عقل الممثل بيشتغل في 1/60 من الثانية. الثانية في 1/60 من الثانية لازم ياخد أوردر ويدي أوردر، أو ياخد أكتر من أوردر في نفس الوقت ويدي أكتر من أوردر في 1/60 من الثانية. لازم الممثل يدرب عقله إزاي بسرعة في 1/60 من الثانية بياخد أوردر ويدي أوردر. هنعمل تجربة. أنت المفروض مرايتي، مظبوط؟ أنا قدام المراية لما أعمل أي حركة أي موفمنت، أنت المفروض هتبان الحركة دي في المراية وأنت مرايتي، فهتعملي نفس السينكرونيزيشن، الزمن، تزامن، ازاي نفس الاداء نفس الحركه الارتفاع اكنها مرايه. يعني انا شايف نفسي في المرايه كويس، انت المفروض مش عارفه انا هعمل ايه. عشان كده هيبقى عقلك بيتدرب ازاي في 1/60 من الثانيه ياخد اوردر او اكتر من اوردر. جاهزه؟ اوكي تروكر ريدي. ما خلاص راح فين؟ ما هو مرايه مرايه. انا هعمل كده وفي المرايه بسم الله الرحمن الرحيم. معقوله؟ يعني تعملي مكياج الصبح ترجعي بالليل تشوفي نفسك عامله على بال ما تشوفي صورتك؟ لا، مرايه بالظبط. يلا. لا انت مركزه هنا اهو، مش كل مره. ما لا ركزي. صباعي فين؟ صباعي يا امي، صباعي فين؟ رجلي في المرايه، رجلي فين؟ فين لساني يا امي؟ حافظه اشتغل لوحدي معقوله؟ طيب نشوف ازاي بقى العقل يدي اوردرين عكس بعض، اوردرين عكس بعض في نفس الوقت في 1/60 من الثانيه. اعملي بوشك، النص ده بيعيط والنص ده بيضحك. في تاتش هطل شويه عادي يا بنتي، كده الضيوف يفتكروا ان انا مجنون. عادي. ازاي عقلك في 1/60 من الثانيه هيدي اوردر لعضلات وشك هنا انها تتاثر وتنفعل وتعيط، وفي نفس الوقت النص ده هتدي اوردر للعضلات دي انها تضحك.
دو تقدري تعمليها. يلا ركزي كده. هنشحت يا امي، هنشحت كده. مديه على اسماعيل ياسين شويه. طيب ازاي بقى تعبري بجسمك انك شجره في مهب الريح؟ ده كده عود قصب يا امي. شجره بلوط، جذع كبير لها جذور في الارض ثابته. الشجره مهما كانت الرياح ما بتهزهاش. طيب دي الشجره، فين الريح؟ ازاي انا عملت جسمي كده شجره؟ ممكن الناس تتخيل ان دي شجره. يعرفوا منين ان في ريح؟ منين؟ ها؟ منين؟ منين ايه؟ منين؟ لا رياح. لا رياح مش ريح، رياح. عاصفه اهو. احساسك الداخلي هو اللي يبين للناس ان في عاصفه. انا اسف ما تعرفناش. انا اللي اسفه، بس صدقني انا كنت بهزر هناك. كلهم في الاول بيقولوا كده، انما بكره النكد بكره ان شاء الله. اسمك ايه؟ كريمه. شوف يا كريمه، انا هقدم على المسرح هنا كارمن. اوبرا كارمن بتاعت بيزيه؟ لا مالناش دعوه بزي، انا ليا تصور تاني خالص في كارمن. انا عامل معالجه ما بين حدوته اوبرا كارمن وبين الواقع. مش شرط الواقع بتاعنا، ممكن يبقى الواقع العالمي كله، الاحداث اللي بتحصل في العالم كلها، من خلال مناقشه حيويه ما بين فكره الحريه المطلقه والديكتاتوريه. هل الحريه المطلقه اللي بيصل فيها الناس لحد الغوغاء والتمرد والجحود والفوضى بتستلزم وجود ديكتاتور عشان يكبح جماحها، ولا وجود الديكتاتور اصلا اللي بيقهر الناس هو اللي بيدفعهم للمطالبه بمزيد من الحريه لغايه لما يوصلوا للفوضى؟ خلال تساؤل كبير وعام، من هو الديكتاتور في عالمنا النهارده؟ بحيث ان الناس تبقى قاعده في الصاله مش فاهمه حاجه، هما مبسوطين كده بس مش اي حاجه. يعني يقول لك ايوه ده كارمن، فجاه يقول لك لا مش كارمن دي حقيقه، وفجاه بعد شويه يقول لك لا ده بيحصل في الواقع، لا دي كارمن. مش مهمتي انا هنا الخبط الناس في الصاله. بس انت لخبطتني انا شخصيا. لا الممثل المفروض ما يتلخبطش عشان هو ده اللي هينقله للناس في الصاله. خلينا في كارمن الاصليه بنت غجريه، جمالها متوحش بدائي، كلها حيويه وعنف. الحب بالنسبه لها، انت بتحبي؟ يوه حبيت كتير. لا اقصد انت حبيتي؟ الحب ضعف، وانا بحتقر في نفسي قوي ان انا اكون ضعيفه. والحب بالنسبه لكارمن كان حب مطلق، زي حب الحياه، زي حب الفراشات للزهور، زي حب الطيور لاغصان الشجر. كارمن هي رمز الحريه والدفاع عنها، امراه جميله وساحره، مفيش راجل بيقدر يقاوم سحرها، وفي نفس الوقت كل راجل فيهم عايز يسيطر عليها ويقهرها، وده اللي بترفضه كارمن بكل كبرياء واعتزاز. انا هرفع عليكوا قضيه، والله لا ارفع عليكوا قضيه. لحقتوا تكتبوا قصه حياتي؟ يا ترى متجوزه؟ والله يا اخويا ما اعرف. كارمن؟ انت متجوزه؟ اتجوزت. برافو. واتطلقت. هارد لك. زي كارمن ما قدرتيش تطيق القيود. بس اكتشفت ده متاخر. بعد ما اتجوزته سافرت معاه بلده، ما طقتش، رميت له الذهب والالماظ ورجعت. بعد شهر ونص سبته. لما اكتشفت بقى انه عايز يقهرني باللي بيملكه، انا قهرته باللي انا بملكه، حريتي. والحريه بالنسبه لكارمن كانت اغلى شيء في الوجود. ده طبعا كارمن، ممكن استلفه عشان افهم شخصيتها اكتر؟ طبعا، خدي كتاب اقريه وفهميه واستوعبيه وانسي كل اللي قريتيه، عشان انا ليا تصور تاني خالص في كارمن. انت هتمثلي كارمن اللي في دماغ انا، ولما هتيجي البروفا بكره الساعه 7 هنا هتعرف انا هقدمها ازاي. موافقه؟ موافقه. باي باي. باي باي. كريمه، انت ما سالتنيش ليه اخترتك انت بالذات عشان تلعبي دور كارمن. انت كمان ما سالتنيش ليه انا وافقت. عشان شفت فيك كبرياء واعتزاز بنفسك. وانا وافقت لاني حسيت من كلامك انك مؤمن جدا باللي انت عايز تعمله ومتحمس ليه، وعايزك انت كمان تؤمني بيه وتدافعي عنه عشان تجبريني
انك تعملي كارمن. ايه ده؟ انا كارمن. بالشفا يا امي، بالشفا.